في لحظات في التاريخ بيقف عندها الزمن، لكن في لحظة ضرب الجزاء إبراهيم نور الدين الزمن اتكعبل واتدهول على عينه لأنه مش فاهم إيه اللي بيحصل. وفي الوقت اللي كان الكابتن مدحت شلبي ورئيس لجنة الحكام مشمرين إيديهم ورجليهم للدفاع عن ضربة جزاء، تحولت في لا شيء من الزمن لأقوى حملة تنشيط سياحة ممكن تتعمل، لأنها تسببت في ترديد اسم مصر على أشهر المواقع والقنوات الرياضية والكذا يوم، مصحوبا بابتسامة وتريقة بكل لغات العالم. يا دي الفضيحة ام جنادل، يا دي الدرس ام حناجل، احنا عندنا. لأن ببساطة من ساعة نهاية مباراة الأهلي والمقصة ومواقع الكورة في العالم كله مفرجة علينا خلق الله في كل حتة، على أساس إننا بقينا كائنات مختلفة عن مخاليق ربنا، وبيتعمل عندنا بس اللي مش ممكن يتعمل في أي حتة تانية. وكل ده ليه؟ عشان حكم مش شايف غير نفسه وعنده تضخم في الأنا، عايز يقول أنا الحكم الفلحوس اللي جاب التايهة فطربقها على دماغه ودماغ الكل كليلة. موقع سبورت بيبي الانجليزي نزل خبر بعنوان اتفرج اسوأ قرار ضربة جزاء في تاريخ كرة القدم، وموقع الميرور الانجليزي برضه نزل بعنوان قرار سيء لحكم المباراة المصري، لا تتوقع ان تشاهد اي سبب لضربة الجزاء في الفيديو لان احنا شخصيا ما عندناش اي فكرة عن سبب احتسابها. موقع اسباني تاني دخل على الخط بعنوان اسوأ ضربة جزاء في التاريخ. سكاي سبورت النسخة الايطالية ناقص لها شوية وهتلطم بعنوان واحد من اسخف ركلات الترجيح في تاريخ كرة القدم، ها هو ما فعله الحكم المصري. موقع ياهو سبورت بيتساءل بكل براءة هل هذا هو أسوأ قرار ضرب الجزاء على الإطلاق؟ إنها مباراة في الدوري المصري. موقع راديو EON الأمريكي مش طايق نفسه الصراحة، نازل بعنوان شاهد أسوأ قرار ضرب الجزاء حصل في التاريخ، وتقريبا حس ان العنوان ما شافاش غليله، راح منزل مع فيديو البلانتي مقال قال فيه من الممكن ان تشاهد هذا الفيديو بالاسفل 100 مرة في مباراة بالدوري المصري بين الاهلي بالاحمر والمقصة بالاخضر، وتستمر لا تمتلك اي سبب لماذا احتسب هذا الحكم ضربة جزاء. والكاتب راح مطينها زيادة لما قال السؤال الان ليس هو لماذا احتسب هذا الحكم ضربة جزاء، ولكن ما هو المبلغ الذي دفعه الاهلي للحصول عليها. لا يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. امال انت فاكر ايه؟ دي حصلت اعراض. ايوه ده اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى من الاخر عندنا في مصر مثل بيقول العيل السو بيجيب لاهله الشتيمه، وبرضه الحكم الفلحوس بيجيب لبلده التريقه.